بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. غبت ورجعت بهبت يا ولاد. الحمد لله. راجعه لكم بفيديو تحفة. بصوا شايفين الشكل والطعم، ما اقولكوش يا ولاد، كانت وهم. وشوية بقى سلطات ما تقوليش لعدوك عليها. سلطة دقوس وتومية، كأنك بصي التومية تحفة، وعملنا منها كمان تومية سبايسي. طعمها خرافي وسهلة ومن غير افتكاسات، من غير 50. يعني انتوا عارفين نوجة بتحب الاختصارات وبتحب الحاجة يبقى طعمها حلو وفي نفس الوقت تبقى مش مكلفة. فهو ده بالظبط اللي احنا عملناه. الفيديو ده هيخليكي ما تدوريش في اي فيديو تاني لو انت عايزة تعملي مشويات او عزومة. كل حاجة فيه بجد هيعجبكم جدا. والرز البسمتي يا جمال الرز البسمتي، وهقول لك على شويه حركات وتكات فيه هتخلونك في حته تانية. والفراخ برضو فيها شويه تكات وحركات تحفه. حطوا لي اللايك واشتركوا في القناه لو كنتم لسه ما اشتركتوش. معايا حوالي نص كيلو بصل الا بصلتين كده، ومعايا 4 قطيات، ومعايا فلفل حراق. التوابل بتاعتي ملح، فلفل اسود، كزبره، 7 بهارات وبهارات مشويات. ممكن تستغني عن ال7 بهارات وما تستغنيش على بهارات المشويات. هتحطي منها كميه حلوه، سيبك من الكم معلقه اللي انا حطاهم دول. يعني عشان الديكور والشكل وكده يعني. بحاول ابقى زي الشيفات يعني. بس انا زودت تاني، شايفين زودت، ما قدرتش زودت. وهتحطي بقى ايه تاني من التوابل بقى اللي هي كل البهارات دي هي نفس البهارات اللي انا قلت لكم عليها، بس زودت كميه شويه. تمام. حطيت 3 من الفصوص الحبهان وشويه لوري. ده زيت حطيت حوالي نص كوبايه، عشان دول فرختين، يعني لو فرخايه واحده هتحطي ايه ربع كوبايه. ركزوا معايا دي. بص طارت. شفت الليمونه طارت ازاي. مش اي شيف دي تقدر تعملها، عشان تبقوا عارفين يعني مش اي شيف. المهم حطيت ليمونيه كامله بس كانت كبيره. لو ليمون عندك صغير حطي ليمونتين. وربع خل، ربع كوبايه خل. تمام. لا نص كوبايه خل، مش ربع، نص كوبايه خل. الفراخ زي ما انتم شايفين شمعه منوره، الشمعه لو موجودين معايا لحد دلوقتي حطوا لي لايك. غسلتها بليمون وملح وفلفل اسود فلفل اسود ايه، ليمون وملح. دقيق. ضربت بقى الخلطه زي ما انتم شايفين، نعمتها جدا. اللبن اللي حطاه ده، ما هي دي التكايه بقى، هي دي التكات في الحركات اللي قلت لكم عليها. اللبن ده الربع كيلو على فرخيه واحده، هتحطي نص كيلو على زي ما انتم شايفين انا زودتها. حطيت ايه تاني بقى، حطيت شويه معلقتين من العسل، ممكن نستغنى عنهم. معلقه وحطيت معلقه من الروزماري، ممكن نستغنى عنهم. كنا نسينا التوم، وده اهم حاجه في الخلطه. يعني ده اهم حاجه في الخلطه. حط التوم حوالي معلقتين كبار، يعني الفرخيه معلقه واحده. تمام. واضربي بقى كله في الكبه حطيها. هنا بقى هنعمل التوميه يا ولاد. التوميه دي كوبايه ونص من الميه، عليهم 3 معالق هرميين من النشا. قلبيهم على البارد زي ما انت شايفه. شوفي صعب شويه في التقليب يعني مش سهل. قلبي على البارد، خلي النار متوسطه، قلبي. بصوا بقى ايه تاني حاجه هتحصل في الفيديو ده. تاني حاجه هوريكم، شايفين بتحاول لشفاف ازاي. هوب يلا. ودي. زي ما اتكسر واتكسر تاني، واحده تاني اتكسر وطلعت من مكانها. شايفين التقليب باستمرار، النار متوسطه عشان تعرفي تتحكمي فيها، لانها بتتعمل بسرعه. تفضلي تقلبيها لحد ما تبقى شفافه على قد ما تقدري، وانتي واقفه مش هتسيبيها خالص، ايدك فيها على طول. بصي ما لقيتش حته انزل منها غير الايد، سبحانك يا رب. المهم بنحاول نعمل زي الشيفات بس مش عارفين. نزلي على طبق مسطح زي كده الكميه اللي عندك، وخدي الكميه بالتفتوفه، يعني بصي حته علشان ده مقدار. سبتها تبرد تماما، شايفين بردت بقت عامله ازاي. كتل اهي مسكت في بعضها خالص. انزلي عليها ب نص كوبايه زبادي، او يعني كوبايه الا ربع، انت فاهماني. و 3 فصوص توم لو انت عندك فصوص، او معلقه صغيره من التوم. تمام. لو التوم يعني زي حالاتي كده يعني مدقوق. وممكن التوم تقللوه شويه، لان يعني هي اذواق فاهماني. بس انا الصراحه 3 فصوص توم طالعين كتار، او معلقه توم صغيره طالعين مظبوطين جدا. ايه بقى اللي انت بتحطيه ده يا نوجه؟ ولا حاجه يا جماعه. ليمونيه لو كبيره، ليمونتين لو صغيرين، وشويه ملح بس، مفيش بهارات، مفيش اي حاجه تانية تتحط. شايفين ضربتها في الخلاط بقت عامله ازاي، ناعمه جدا. لما ضربتها وبقت ناعمه واتاكدت ان هي بقت ناعمه وكل المكونات دخلت وما فصلتش ولا اي حاجه، نزلت بالزيت. هتنزلي بيه بالراحه علشان ما يفصلش المكونات من بعضها. لو الزيت عندك من اللي هو بتاع التموين ده
خلي بالك هيطلع ريحته، لازم تستخدمي زيت يكون كويس، ريحته كويسه، عشان هيطلع معاكي في التوميه. شايفين الجمال؟ دي كريمه مش توميه يا جماعه، كريمه وحياه ربنا. حطيتها كده في طبقين عشان عايزه احط هنا شويه وهنا شويه. ظبطي الملح بتاعها عشان يطلع معاكي مظبوط يعني. شايفين الجمال؟ هحط هنا معلقه شطه عشان اخليها لك سبايسي. معلقه شطه بس، مش تحطي اي مكونات تانية، هي معلقه شطه. هتسيبيها اول ما هتدوقيها كده هتحسي ان ايه، حلوه بس مش حلوه قوي. لكن لما تسيبيها شويه عبال ما تخلصي، مش هقول لك على الجمال، بتبقى تحفه تحفه تحفه. والشطه اندمجت معايا بقى هنا. ب 10 جنيه اسمها ايه، طحينه. مش هقول لك معلقتين ولا ثلاثه، هاتي ب 10 جنيه تمام. مش لازم نجيب طحينه، الطحينه بقت غاليه. وحطيت عليها شويه خل، حوالي ربع كوبايه. قلب قلب، مسكت في بعضها. نزلت عليها بميه سخنه. ما تكتريش الميه السخنه زي ما انا كترتها بزياده فبقت خفيفه سيكه. قللي شويه الميه سخنه، بس ميه سخنه تكون بتغلي. ملح، فلفل اسود، كزبره. وحطيت على الوش شويه ايه، شويه شطه. بس بقت جاهزه، حطيها على جنب. هنا بقى هعمل سلطه الدقوس، سهله جدا. بصل، فصين توم زي ما انتم شايفين، 2 قوطة، بصلية واحدة يعني، و2 قوطة، وفص توم زي ما انتم شايفين، ومعلقة صلصة، وشوية من مش العيدان، الجزء اللي تحت بتاع البقدونس او الكزبرة عادي، البقدونس احسن يعني. تمام. حطيت شوية ليمون، حوالي يعني حوالي قد ايه مثلا، آه الليمون حوالي نص ليمونة. تمام. ملح، فلفل اسود، كزبره. ما حطيتش عليها اي حاجه تاني. تمام. انا حطيت شويه دبس رمان بس ما فرقش في طعمها الصراحه، يعني ما حسيتش ان في فرق في الطعم. الفراخ بقى هنشويها دلوقتي عشان هنعمل الرز وناكل كده ان شاء الله. دهنت طبعا الحاجه بتاعتي بالزيت اللي حطيتها فيها الشوايه عشان ما تلزقش. تمام. وبعدين دهنت وشها برده بالزيت عشان آه تدي لمعه كده وتستوي، يبقى ليها طعم. الصراحه الزيت بيفرق فيها. وهتقلبيها اليمه التانيه وتديها برده رشه ايه، رشه زيت. تمام. خلي بالك النار ما تبقاش عاليه، مش النار بقى الفحم بتاعك ما يبقاش كتير قوي 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 وعالي فيحرقها لك من بره ومن جوه تبقى مش مستويه. سلطه ايه دي بقى؟ السلطه دي اللي احنا هنعملها سلطه ايه يا نوجه؟ اللي هي سلطه المشويات اللي بيبقى فيها سماق. قطعيه نفس طريقه التقطيع دي عشان بيبقى شكلها احلى. وانزلي عليها بعيدان بس برضو. يعني احنا في الدقوس وفي سلطه المشويات بتاعت اللي هي اسمه ايه، السماق، خدنا ما خدناش العيدان، خدنا جزء تحت بس من الكزبره او البقدونس، انا اسفه. حطينا ده على ده، شويه ملح، فلفل اسود، بصات، سوري يا جماعه، بصات جدا. شويه سماق، ما تكتريش، معلقه واحده بس. تمام. السلطه دي لازم تتعمل والفراخ تكون استوت. يعني الفراخ استوت اهي، انا وقعت بقى في الايه، في الموضوع ده. الفراخ كانت لسه ما استوتش وانا عملتها. فالبصل دبل لاني كنت اول مره اجربها الصراحه. خطيره خطيره خطيره، بس وهي لسه معموله. يعني الفراخ خلاص استوت وخلاص هتحطي الاكل، فاضل بالظبط 5 دقايق اعملي السلطه دي عشان تكون فريشه معاكي. بجد خطيره، وبتنقل المشويات في حته تانية خالص. ما تكتريش من السماق. تمام. بس خطيره لا غنى عنها فعلا. مع المشويات بتفرق جدا جدا جدا. معايا بقى هنا الرز، وكنت مسخنه وميه وغسله الرز. رز بسمتي اللي هو هندي، حبايه طويله. حطيت ده كيلو من الرز، فحطيت له 3 بصل متوسطين مش كبار، وحطيت 2 من الفلفل الرومي قطعتهم، ومعلقه توم صغيره. قلبي كل ده على بعضه، شويه تقليب بسيط جدا. التوابل ايه دي بقى؟ دي توابل جاهزه، ريحي دماغك من عند العطار ب 10 جنيه. قولي له عايزه توابل كبسه جاهزه مجهزه، بس يكون هو العطار ده شاطر. هيجيب لك شويه توابل خطار خطار خطار. هي توابل جاهزه، قولي له عايزه توابل كبسه بس يكون شاطر. انت فاهماني؟ معلقه بقى من الصلصه. انا جايبه كيس لان انا ما بحبش الصلصه اصلا. فمعلقه من الصلصه عشان تخلي لك لون الرز خطير. الكركم والكاري مع معلقه الصلصه بيخلوا لك لون الرز مش طبيعي. قلبته تقلبتين مش كتير علشان ما يتكسرش منك. تمام. انا ما نقعتش الرز، نزلت بقى بالميه السخنه وحطيت مكعبين مرقه دجاج ماجي، بس ما جاتش في التصوير. ما تنسوش الحته دي، لان انا في حاجات بنساها. خلي بالكم، لا هنساها اقول لكم عليه. زي التوم كده اللي نسيناه في الخلطه. دقت البصل، مش التوم ولا البصل. دقت الرز لقيته طعمه ممتاز جدا، ووطيت عليه وسويته عادي جدا زي اي رز. شايفين الجمال يا ولاد؟ مش ممكن. الرز طالع مفلفل، ووريته لكم
للاسف وهو مفلفل كده، ووريته لكم قد ايه هو مفلفل، بس للاسف ما لقيتش الكاميرا كانت بتصور اصلا، ما خدتش بالي والله غير ساعه المونتاج ان الكاميرا ما كانتش بتصور اصلا. الرز طالع مفلفل يا ولاد بشكل مش طبيعي، الفراخ طالعه مستويه، قلبها ما فيهوش دم ولا اي حاجه، لانك يعني قعدتيها كتير، واللبن مع الخل مع الليمون خلاها ما فيهاش دم خالص، وخلاها طريه، وخلاها جوسي، ما تبقاش ناشفه معاكي خالص خالص في الشوا، وهو ده اللي بيفرق. التومية خطيرة، التومية السبايسي خطيرة، سلطة الدقوس خطيرة، سلطة الطحينة خطيرة بس مش قوي لاني زودت فيها مية. تمام. السلطة دي شايفة دبلة شداد، عشان كده بقولك ما تبقيش تعمليها من بدري، خليها شوية قبل ما تعملي، قبل ما خلاص هتقدمي الاكل ب5 دقايق كده اعمليها. خطيرة خطيرة خطيرة. وحطيت شوية بطاطس محمرين كده، انا كنت عايزة احسسهم ان هم قاعدين في مطعم، وده فعلا بجد حبوا الاكل بطريقه لا تتخيلي. الرز كان خطير خطير خطير، احسن من اللي بيجي من بره. البهارات اللي بتيجي جاهزه من عند العطار فرقت كتير جدا جدا، وبعدين مش هتضطري تشتري كميه البهارات دي، تفهماني؟ لان هو كميه بهارات كتيره قوي بتحط في قلبها، فانت مش هتضطري تشتري كل ده، دي ب 10 جنيه يتيمه حزينه هتروح تشتري بيها من عند العطار. تمام. جربي الاول ب 10 جنيه، وبعد كده لو عجبك هاتي بقى. ب 10 جنيه بيكفي كيلو، يبقى ب 10 جنيه بيكفي كيلو رز. تمام. خطيرة. أنا حبيت أعمل ساندوتش كده وأعمل زي الشيفات، بس معرفتش برضه، عادي يعني.